أنشأت فيديو حول آداب زيارة المريض. في يوم من الأيام، قرر آدم أن يزور صديقه أحمد الذي كان مريضًا في المستشفى. آدم كان يعرف أن زيارة المريض عمل جميل، لكنه لم يكن يعرف جيدًا ماذا يجب أن يفعل. قررت أمه أن تعلمه آداب زيارة المريض. أولًا، قالت له أن يتواصل مع عائلة أحمد قبل الزيارة ليعرف الوقت المناسب. عندما حصل آدم على الموافقة، جهز هدية صغيرة لأحمد ليدخل البهجة إلى قلبه. في المستشفى، دخل آدم الغرفة بهدوء، وابتسم لأحمد الذي كان على سريره. قال له: "شفاك الله يا أحمد، إن شاء الله تتحسن قريبا." شكر أحمد صديقه آدم على زيارته وشعر بالامتنان. تجنب آدم الحديث عن المرض بشكل مزعج، وبالأخص أمام أفراد العائلة. بدلاً من ذلك، قدم له بعض الأخبار السارة عن المدرسة وأصدقائه. بعد ذلك، لم يطيل آدم الزيارة ليعطي أحمد فرصة للراحة. وقبل أن ينصرف، تأكد من نظافة المكان وترتيبه. شعر آدم بالسعادة لأنه أسعد أحمد وعرف أهمية الأخلاق والآداب في مثل هذه المواقف. بهذا الشكل، تعلم آدم كيف تكون الزيارة طيبة ومريحة للمريض وعائلته. هذه كانت تجربة رائعة له مع درس مهم في الحياة.